في جمل بنقولها دايما لما نخسر حاجة، زي أكيد خير، لو كان خيرا لبقى، الشخص المناسب لا يرحل. كلام جميل ومريح جدا، بس هل ده دايما الحقيقة؟ وهل فعلا ده كان خير؟ مش بيحصل معانا كلنا ان على فيسبوك، تويتر، واتساب، اي حاجة من الحاجات دي، انك بتلاقي بوست او ستوري كده واحد كاتبه بيبوح فيه او بيعبر فيه عن ضيقة او حزن، سواء بقى بسبب فراق، انفصال، ساب الشغل، خسر في بيزنس، اي حاجة من الحاجات دي. كلنا بنشوف ده، مظبوط. وغالبا بيبقى البوست ده عبارة عن انتفاضة من الانكسار ده، بجمل زي اكيد خير، ربنا هيعوضني بحاجة احسن، لو كان خيرا لبقى، والمناسب لا يرحل، وده حسد او دي عين. الكلام ده كله اللي هو يعني سترونج بقى وكده. ده مش بس كده، ده ممكن كمان يقفلها بآية قرآنية، وعسى أن تكرهوا شيئا، مش كده؟ وبتلاقي بقى الكومنتس أو ريبلايز على البوست ده، الصحاب بقى مقسومين اتنين، ناس بقى بتواسي وتطبطب ومعلش وتعيد نفس الجمل بقى بتاع خير والكلام ده، ونص تاني بيقوي موقفه، وده اللي دايما يقولك ان اللي انت فيه ده دلوقتي احسن ايا كان هو ايه، وان الشق التاني ده هو اللي اكيد خسران، سواء بقى شخص او شغل او اي حاجة ايا كانت، فهي اللي اكيد خسرانة، وانت اللي 100 وانت الكسبان، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ بنشوف كلنا البوستس دي وبنشوف الكومنتس دي. بص، يعني كل الكلام ده جميل، والناس دي كمان جميلة طبعا، ونيتها حلوة وبتأذرك يعني، بس اقولك على خبر مش هيفرحك. انت عارف ان ده ممكن ما يكونش خير ولا حاجة؟ ايوه، وان انت ولا تستاهل ان ربنا يعوضك اصلا. عنيف انا شوية، مش كده؟ معلش. طب اصدمك اكتر، انت عارف ان الشخص المناسب بيرحل عادي جدا؟ ايوه، لما ما تقدروش وما تراعيهوش. وعايز اقولك ان الخير لن يبقى لو ما حافظتش عليه واديته قيمته واحسنت التعامل معاه. طب اقولك بقى على الكبيرة واللي انت مسنود عليها ومريح قوي، ربنا مش هو اللي عمل فيك كده اصلا. واقولك بقى على الاسوأ، اكيد مش عايز تعرف، مش عايز تكمل الحلقة اصلا، صح؟ لا، هقولك. الكلام اللي انت كاتبه في البوست ده كله، واللي كل معانيه حلوة وجميلة، يعني زي الرضا بالحال وانتظار الافضل والحكمة من ربنا والكلام اللي زي الفل ده كله، الكلام ده كأنك بالظبط انت واحد عادي وبتشوف كل حاجة، ورحت رابط على عينك قماشة سودا كده، غميت بيها عينك، بقيت مش شايف، وبقيت ماشي بتدعي ربنا انك ترجع تشوف تاني. انت متخيل بقى؟ والكلام اللي انت كاتبه في البوست اللي فيه اسم ربنا كتير ده مشكلة كبيرة انت فيها. ايوه، عارف ليه؟ لانك مش دريان ان اللي انت فيه ده كله ممكن تكون انت السبب فيه بشكل مطلق، او تكون دريان وعارف بس انت مش عارف تتغير، فبتحاول تغير بقى في الاسباب علشان بس لمجرد انك ترضي روحك، لان ده هيبقى اهون عليك انك تعلقها طبعا على القدر والظروف والكلام ده، احسن بكتير من انك تواجه نفسك بانك خسرت الحاجة دي بايدك. فبتفضل ان انت ترميها على حاجة تانية احسن ما تدخل بقى في الشعور بالندم والألم بقى بتاع الذنب والاحساس ده. طب النتيجة في الاخر ايه؟ زي ما انت، محلك سر، مش هتتغير، هتفضل تخسر، وهتفضل مستني الأحسن، وهيفضل ما يجيش. طب أنا بقول الكلام ده ليه؟ يعني أنا جاي ضايقك يعني؟ لا خالص. كتير حوالينا كده ناس، وأوقات إحنا نفسنا بنبقى كده، وبنبقى فاكرين إن ربنا عمل فينا كده أو عمل لنا كده علشان يعني يفادينا مثلا بحاجة، أو يعني يعوضنا بحاجة تانية أحسن. ولكن أنا اكتشفت بالصدفة إن في آيات كتير قوي بتقولك لأ، ده منك انت. خليني أذكر لكم بعض الآيات، واعذروني يعني لو أنا
بنطقها غلط أو بقولها مش بشكل صحيح، بس افهم المعنى. في آية في سورة آل عمران بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اكتشفت كمان آيات تانية كتير زي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وآية أخرى وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي كمان حديث قدسي بيقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أوبا، تخيل بقى إن ربنا نفسه هو اللي بيقول كده. اللي عايز أقوله لكل اللي بيسمعني ولنفسي قبل أي حد، إن يوم ما تقع في أزمة أو ضيقة أو انفصال أو إنك خسرت شغلك أو خسرت حاجة مهمة في حياتك أيا كان هي إيه، أقف شوف روحك الأول، شوف هل أنت كنت مظبوط في الحاجة دي أو مع الحد ده ولا لأ. ونصيحة مني بقى، ما تسألش ولا تاخد رأي أي حد، مش عدم ثقة في الناس، لكن لأن محدش عارف الحقيقة كاملة غيرك. انت هتحكي للي قدامك الصورة اللي انت عارف ان رده عليها هيبقى محاذاة ليك يعني، او ان هو هيبقى بيسبورت يو. فما تسألش حد، انت عارف كل حاجة بالظبط، وانت بينك وبين نفسك عارف الحقيقة كاملة. فاقف مع نفسك وشوف، ولو لقيت انك فعلا كنت انت السبب فاظبط وعدل وادعي حتى ان يتصلح الحال، حتى لو كانت الظبط او العدلة دي يعني مش هترجع لك اللي راح يعني بعينه، بس اتأكد بقى ان ساعتها ربنا فعلا ممكن يديك حاجة زيها او ممكن يديك كمان حاجة احسن لانك عدلت. ولو يا سيدي بعد ما رجعت نفسك لقيت ان انت كنت عامل اللي عليك وما قصرتش في حاجة وما غلطتش في حق نفسك ولا في حق ايا كان ايه هي الحاجة التانية دي، يبقى مبروك، يبقى انت فعلا كده ده كان نصيب. وعسى ان تكرهوا شيئا والمناسب لا يرحل، واللي بعنا خسر ده لعنة، وكل الحاجات اللي انت بتحبها دي، يبقى دي فعلا مظبوط عليك. وبس، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت تشاركوني برأيكم في التعليقات وتشتركوا في القناة لو عايزين تشوفوا الحلقات الجديدة أول بأول. ومؤخرا عرفت ان موضوع اللايك للفيديو ده بيساعد في انتشاره اكتر، فلو عجبتك الحلقة اعمل لايك، يمكن حد يشوفها وتفرق معاه. وطبعا تقدروا تسمعوا بودكاست زي توك على سبوتيفاي، انغامي، ديزر، ابل بودكاست، جوجل بودكاست وكاست بوكس. شكرا ليكم، سلام. بكرة تعدي الليالي واللقا يصبح موتى،